اتكلم معاكم في مشكله معينه. المشكله ديت وهي انك شغال على حاجه وانت الوحيد اللي راقب على نفسك، يعني مفيش موعد نهائي مثلا المفروض هتخلص فيه الحاجه ده مجبر تخلصه قبلها. لا، انت بس الوحيد، انت هو اللي مفيش حد متحكم في الموضوع غيرك انت، ودي اسوأ حاجه والله في الدنيا. انت فاهم؟ دي اسوأ حاجه في الدنيا، وقليل هو الوحيد اللي بيعرف يتعامل مع حاجه زي كده، هو الوحيد اللي بينجح او بيعدي او بيوصل. انت فاهمني؟ يعني هنفترض مثال مثلا ولا حاجه، واحد مثلا عايز يطور نفسه في المونتاج مثلا، فهو اخد اشترك في كورس مونتاج مثلا، او شاف كورس فري على اليوتيوب مثلا وقال لك خلاص انا هسمع الكورس ده حوالي 30 فيديو وهخلصه. فهو دلوقتي مفيش حد او مفيش مثلا حاجه لازم ان هو يكمل الكورس، او مثلا مفيش ميعاد معين اللي هو مجبر ان هو يخلصه قبل الميعاد ده. فهو لو ما سمعش النهارده هو نفسه بقى بيكلم نفسه، هو بيقول لا، اللي هو اللي بيريح لنفسه ازاي بقى، يعني لو ما سمعتش النهارده هسمع بكره، لو ما سمعتش بكره هسمع بعده. يجي بعده يلاقي نفسه تعبان ما هوش قادر، فيقوم قال لك ايه، خلاص مش لازم النهارده نسمع اليوم الجاي. وبقى شغل بقى التسويق بقى، ودي اسوأ حاجه حرفيا. لان انت لو انت ما حطيتش لنفسك نهايه، اللي هو انا الكورس ده خلاص انا هخلصه مثلا في 10 15 يوم، ده 10 15 يوم ما ينفعش يعدي لو كنت مخلصه فيه. انت ممكن يعدي عليك 10 سنين وانت لسه ما خلصتش كورس المونتاج ده، واكيد حصلت معاك، واكيد حصلت معايا شخصيا، حصلت مع الكل. اللي هو انت بدات في كورس كام كورس انجليزي مثلا بدات فيه وكملت اسبوع بس، وبعد تاني اسبوع ما عملتش. كام واحد عمل اللي حصل مع الموضوع ده؟ كم كورس مونتاج بدأته مثلا كملت فيه يوم والتاني والتالت والرابع ما كملتش، لقيت نفسك قلت بكره بعده وبعده وبعده. انت فاهمني؟ والله الموضوع خطر. يعني لو انت تخيل مثلا معايا، انت بتقول بكره بعده وبعده وبعده، والموضوع ممكن يعدي عليه سنين وانت لسه ما خلصتش الكورس ده، اللي هو اصلا لو انت فضلت لو حاجه الزمتك انك تخلص الكورس ده اهو هتخلصه في 10 ايام. على عكس مثلا لو انت طالب وبتدرس مثلا ولا حاجه وبيتحكم في الموضوع، اللي انت يعني مثلا دلوقتي عندك امتحان، فعندي امتحان يوم واحد في الشهر مثلا، يوم واحد سبعة مثلا، فانا لازم قبل واحد سبعة ده اكون مذاكر المنهج ده ومستعد ان انا اخش الامتحان. غير كده لو خشيت الامتحان وما ذاكرتش هسقط بس. انت فاهمني؟ فهو انت حتى لو ضغطت نفسك فانت غصب عنك هتيجي قبل اليوم ده وتلاقي نفسك مخلص. ففكره بقى انك انت تبدا تبدا في حاجه مفيش حاجه جبراك، انت بس اللي عايز حاجه بتزود بتنميها في نفسك، فانت اللي في حاجه اضافيه انت شايفها ان هي اضافيه، مع انك انت لو اتعلمتها هتفرق معاك اصلا، ممكن تفرق معاك احسن من الجامعه اللي انت شغال فيها اصلا. بس فكره ان هو مفيش حد اللي هو ايه، يعني مفيش حد مسيطر عليك او في حد متحكم في الموضوع ده غيرك انت نفسك بس. يعني هو انت اللي راقب على نفسك في الموضوع ده. فده حاجه بتسوحك. يعني النفس ده بنت كلب. يعني النفس ديت يعني ايه، اسوأ من الشيطان بالنسبه لك. انت فاهمني؟ يعني انت ممكن ما تحتاجش شيطان ونفسك كفيله بيك. يعني انت فاهم الفكره؟ حرفيا في ناس، يعني انت ممكن ما تحتاجش شيطان، انت نفسك كفيله بيك. يعني ده حاجه يعني مقتنع بيها 100%. وتلاقي الشخص اللي نجح هو الشخص اللي عرف يتغلب على الموضوع ده، اللي هو لا، انا خلاص هبدا في الكورس الفلاني، انا قبل مثلا قبل 15 يوم اكون مخلصه، عامل لنفسي محاضره اخلصها في اليوم، محاضرتين في اليوم. خلاص اليوم ما ينفعش يعدي الا بخلص المحاضرتين دول. هو ده الوحيد اللي بيعدي، هو اللي بيعرف يلتزم ويمشي على رتم معين ويمشي باستمراريه، هو ده اللي بيعرف يخلص، هو ده اللي بيعرف ينجح، هو ده اللي هينجح. غير كده فاحنا بنضحك على نفسنا. لان كام اجازه جات، يعني مثلا كام اجازه جات وانت كنت عامل حسابك انك في الاجازه دي هتاخد تتعلم انجليزي، تتعلم مثلا برمجه مش عارف ايه، وان شاء الله الاجازه هتيجي وهسمع بودكاست الفلاني وهسمع كذا وهعمل كذا وهعمل كذا. والاجازه بتعدي وانت ما عملتش حاجه، انت زيرو. انت فاهم الفكره؟ انت ما عملتش اصلا. انت فاهم الفكره؟ هو عشان حاجه واحده بس، عشان انت ما انتش مجبر او ما فيش حاجه لازماك انك تخلص الحاجه اللي انت بدات فيها دي. على عكس مثلا انت في الكليه عندك امتحانات ولا حاجه، فانت مجبر غصب عنك قبل ما ميعاد الامتحان ده يجي، مجبر تكون مذاكر المنهج وداخل له مستعد. دي مشكله حرفيا. انت لو اتعاملت معاها وعرفت تحلها وعرفت تكبر نفسك انك تبدا في حاجه وتخلصها، تبدا في حاجه وتخلصها فعليا حرفيا. يعني لو انت بدات في البتاع ده مش هيعدي الفتره الفلانيه دي الا لما اكون مخلصه فيه. حط لنفسك بدايه وحط لنفسك نهايه. طالما انت لنفسك اللي راقب عليها بس مفيش حد متحكم فيك، حط لنفسك قبل ما تبدا بدايه وحط لنفسك نهايه. يعني ما ينفعش الوقت ده يعدي لما اكون مخلص الحاجه دي. انا حاطط الكورس ده مثلا 30 فيديو، انا حاطط في اليوم مثلا فيديو او اتنين، اليوم ما يعديش لما اكون مخلص الفيديو او الاتنين دول. لان انت طالما انت الراقب على نفسك ما ينفعش تتهاون. ما ينفعش اللي هو لا ما خلصتش النهارده فبكره هكمل، لا ما لانك انت كده مش هتخلص. انت والله العظيم ممكن تبدا في كورس يخلص في 10 ايام، هاجي بعد 10 سنين تقعد تحكي لحفيدك بقى ان انا كنت قدامي كورس برمجه ابدا فيه، لو كنت خلصته كان زمان رحت في حته تانية، والا انا لسه ما خلصتوش بعد سنين. تفهمني؟ وانت نفسك هتلاقي دلوقتي انت عامل سيف، في خش على قائمه السيف عندك على اليوتيوب او
او على الفيسبوك او على اي منصه انت عاملها، وشوف انت عامل سيف لكام كورس او لكام، او عامل ناسخ لكام رابط وحاطه عندك في النوت على سنك تسمعه وما سمعتش. والله ما انت الوحيد اللي متحكم في الحاجه ديت، او ما فيش حاجه بتطلب عليك دي، فانت مجبر تلزم نفسك، مجبر تلزم نفسك، مجبر تلزم نفسك، مجبر تحط لنفسك انت بدايه ونهايه، وما تبقاش في تهاون. والله العظيم لانك انت لو اتهاونت، يعني لو جه عدت يوم مثلا وقلت خلاص النهارده مش قادر، مش هجيب الحاجه اللي عليها النهارده، ما انتش هتجيبها اصلا. انت فاهم الفكره؟ يعني ما انتش هتخلص. يعني انت لو مثلا جه يوم مثلا قلت لا النهارده يعني بكره ان شاء الله اقعد، انت مش هتخلص، لان نفس السبب اللي خلاك النهارده ما تكملش الحاجه دي هو نفس السبب اللي هيجي بكره ومش هيخليك تكمل برضه. اي نفس السبب ده اللي هو دماغك مش عايزاك تبذل مجهود في حاجه، دماغك عايزاك تفضل قاعد على السرير ماسك التليفون وعمال تقلب تسكرول بس. هي دماغك ده بتاخد الدوبامين من الموضوع ده وتبقى مبسوطه من الموضوع ده، ودوبامين سريع قوي. يعني لو انت بتقعد فانت مبسوط كده، لو انت قاعد مريح خلاص. مع ان الندم بعد كده هيبقى الالم بتاعه اسوأ كتير من انك تقعد دلوقتي تتعب ساعه او ساعتين عشان تخلص او 3 ساعات عشان تخلص التاسك اللي المفروض تخلصه في اليوم.